سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. نتوما تتفرجوا في هذا الفيديو. كما شفتوني راح نشارككم اليوم روتين تاعي من البدايه حتى النهايه. واحد الروتين يا البنات روعه، ملا تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر ان شاء الله راح يعجبكم. كما راكم شفتوا هنايا كنت جابوا لنا القهوه من قبل، القهوه الخضراء، وكانت ماما هي اللي قلاتها وبعد تاع عاد لي طحن القهوه. باسكو لاباراي اللي تحي القهوه كانت خسرت لنا، ملا اضطرينا ان نبعثوها عاد اللي يرحي القهوه. المهم، كما تعرفون احنا اصحاب الجلفة القهوة ما كاش يلعب لنا فيها، لازم نشروها خضراء وتكون من النوعية الزينة ثاني، ونقلوها في الدار ونرحوها باش هكا نحس روحنا شربنا القهوة. وفعلا اي واحد يجي للجلفة ويذوق القهوة تاع الدار تاع اصحاب الجلفة تعجبه وتولي صح ادمان. كما نقولوا تنحلو الدوخة تاع السنان. معروفين صحاب الجلفة بلي ما يشروش القهوة ذيك تاع البرا، لازم القهوة يخدموها في الدار، وفعلا بنتها زينة وتنحي الدوخة. وتعرفونا ثاني باللي حنايا نطيبوها في الصفايه، ما نديروهاش في البريس. البريس هذيك كاع ما تقنعناش، مع احترامات الناس اللي هم يشربوا فيها بصح. اللي متعود على هذه ما يقدرش يبدلها. كما راكم شفتوا الشكل تاعها والريحه تاعها، تنحي الدوخه، فما بالك كي طيبيها وتشربيها. كما راكم شفتوا هنايا كنت رحت باش نطيبها. هنا كنا في الصباح، درت لهم هكا قهوه كيفاه دايره تنحي الدوخه وتنشط الواحد، كما نقولوا تصحصح الواحد. كما راكم شوفوا، ما نحكي لكم. شوفوا البنات، لو كان جيتوا معايا في هذه الدقيقه وتشموها تعرفوا صح واش راني نحكي، خصوصا اللي راهم كما نقولوا عشاق القهوه. هذه اللقطه كما نقولوا واش نقول لكم، واش نحكي واش نقول. هذه اللحظه تكتب في التاريخ لاخاطش صح تنحي الدوخه. كما راكم شفتوا هنايا كاين شحال من وحده سقساتني من قبل، كنت حطيت القهوه تاع ولاد نايل كيفاش طيب، وسقساوني على هذه اللقطه، قالوا لي علاش تعاودي ترجعي القهوه. حنا كما نقولوا عندنا هنا في الجلفه نقولوا ردوا الروح للقهوه، هذه هي لازمنا نعاودوا نرجعوها هكا باش كما نقولوا تلوح كميه كبيره وتكون ثقيله. هنا بعد ما شربنا القهوه ونحينا هذيك مش نحينا، صحصحنا من النوم، رحت باش نوجد صوالحي لانه العيد خلاص يقرب. هنايا كنت خليت الفريجيدار هو اخر حاجه، قلت باش هكا يكون نقي نهار العيد. رحت جبت هذوك المنظمات في الفريجيدار وغسلتهم. شوفوا البنات، هنا راح تلاحظوني بلي لابسه تريكو تاع شتاء، ما تضحكوش يا البنات، حنحكي لكم القصه تاعو. شوفوا انا هنا كنت راح نصور لكم لا فيديو، وبعد كي بديت لاحظت انه ذراع تاعي باين. اي رحت نحوس واش نلبس باش نغطي هكا ذراعي. لقيت روحي كامل القش تاع الشتاء خبيته، عندك قش الصيف. اي حوست هكا واش نلبس، ما لقيتش كامل ديمي مانش بروتال، ما كانش حاجه كامل هكا بالمانش تاعها. رحت فتحت شريت الشتاء باش نجبد اي تريكو، قلت مهم تريكو نلبسه باش نقدر نصور به. هذا جا قدامي جبدته ديراكت ورحت نصور به. راكم عارفين البنات ما فوقتش حتى وليت ندير في المونتاج، بعد فوقت روحي بلي راني لابسه تريكو تاع الشتاء وراني نصور فيه. المهم قلت ان شاء الله ما يضحكوش عليا ويفهموا القصه تاع تريكو علاش. هنا كما قلت لكم راح لبسته باش نغطي ذراعيا برك. وهنا كانوا عندي واحد المعاصم ومن بعدها ما لقيتهمش كامل، كما حوست عليهم بينا كما خمنا الحوايج ما عرفتش روحي كامل ونلوحتهم. ما لا اضطريت اني نلبس هذا التريكو صاي. هنا يجي فايت عليه ويشوفني لابسته ويقعد يشوف فيا هكا ويقول واش بها هذه الطفله، قبيل كانت مصيفه دوكا لبست التريكو تاع واش حكايتها. وما على بالهمش بلي راني نصور في لا فيديو ولازم نغطي ذراعيا. المهم الصوت راه خلي من اي حاجه باش تفهموا حكايه التريكو ما تضحكوش عليا. كما قلت لكم هنايا رحت جبت كامل هذوك المنظمات اللي في الفريجيدار وغسلتهم مليح، درت لهم غسله كيفاش دايره بيكونوا واجدين نهار العيد. ما نكذبش عليكم البنات، هذونا المنظمات والله يا البنات كما نقولوا ريحوني. ما من المنظر تاع الفريجيدار ولا كما يقولوا مرتب، كي تفتحيه هكا ما تقدرش هذيك الخاطر منه، كلش مرتب في بلاصتو. المهم هذو المنظمات روعه وملاح في الفريجيدار تاعك. ومن بعد هنايا راني ما كملت لكمش كامل الروتين تاعي، رحت سياقات، رحت مساحه الغبره. المهم راكم تعرفوا الروتين المعتاد، معناها ما كلاه ندير لكم كلش، من كل حاجه درت لكم شويه. هنا كنت راح ادير لهم الغداء. راكم تعرفوا هنايا السخانه والصيف ومهم حاجه تطلقني وخلاص. هنا رحت ندير لهم شكشوكه هذه تاع البطاطا. شوفوا البنات، انا يعني نحاول كما قلت لكم نحاولوا نتبعوا نظام صحي. راني نحاول اني نبعدوا على الزيت، كما السكر صاي نحيناه، والزيت رانا نحاولوا نقللوا منه كما نقولوا لاقصى درجه.
كيما هنايا مانيش حابه ندير لهم شكشوكه هذيك اللي نغلو البطاطا ونديروها مع الشكشوكه، قلت لهم نفورها خير باش نتفادى الكميه تاع الزيت. تبقى هكا الشكشوكه هي اللي فيها الزيت برك معليش، او مو شويه ينقص الزيت مع الغليان راكم عارفين. ودوكا جاينا العيد ومع نزيدو نغلو البطاطا والحيه، المهم راح تلعب الحكايه، ما نحاولوا شويه نقصوا. هنا الشكشوكه تاعي هذه تجي بنينه كراف بنينه. هنا نحتاجو فلفل حلو، نحتاجو بسطه، نحتاجو طماطيش، ونحتاجو البطاطا كما راكم شفتوا قطعتها مكعبات، وراح نديرها تفور في الكسكاس عادي، نملحها ونديرها تفور في الكسكاس. اما هذوك الخضره هذوك نقطعهم عادي ونروح نديرهم في المقله باش نديرهم شكشوكه. هنا الكميه ترجع ليك، لانه انا هنا درتها لهم، درت شويه برك لانه الاغلبيه مش راح يتغداو في الدار، معناها حنايا هذه راح تكفينا. كما قلت لكم هنا يعني قطعتها ونملحها ونديرها في الكسكاس فور كما راكم تشوفوا. هنا ما نحاولش اني نطيبها كما نقولوا حتى تولي صاي هكا كما تمسيها تتفتفت، نخليها شويه محكومه. نحطها تفور. كما تعرفوني انايا راني حاولت كما ديما نقولها لكم، حاولوا انكم تبدلوا معاكم بالانوكس، لانه الزنك هذاك راه مرض في مرض يا البنات. حتى وتقولوا لي رانا سنين ومنين حنا ناكلوا فيه ما صرانا والو، بصح والله يا البنات الامراض راه تتراكم ما تعرفي كاع وين نهار تطرطق لك. درت عليهم الطماطيش والثوم. انا نحب ديما الثوم نديرو في الاخر كي نكون ندير في الشكشوكه باش نحافظ على البنه تاعو والمذاق تاعو هذاك نحافظ عليه، لانه انا نموت على الثوم، نشتي البنه تاعو تبقى باينه، ما نحبوش يكون كما هاك تروح البنه تاعو. نطيبهم كامل مع بعضهم حتى تنشف هذاك الماء تاع الشكشوكه، ما نخليهاش بالماء تاعها، لازم تنشف كامل باش نضيف عليها هذيك البطاطا. المهم باش نحكي لكم هذه الشكشوكه كما نقولوا سهله مهله وليه توجد، والبنه تاعها ثاني زينه وفوقها صحيه، معناها اذا درتيها بالزيت الزيتون راح تكون صحيه تاكلها مطمئنه كامل. كما قلت لكم راح نشف كامل هذا الماء، وما ندير حتى نوع تاع ايزي صح نديرها كما قلت لكم ملح فقط، ما ندير ولا حاجه، لانه هكا وتجي بنينه روعه. وخاصه الطماطيش تاعكم كانت مليحه. ومن بعدها كي تنشف كامل هذيك الماء ندير عليها البطاطا هذيك تاعي اللي كانت طابت ونخلطهم كامل وخلاص، وها هي وجدت. قلت لكم واحد الشكشوكه روعه صيفيه بامتياز. ثمثم توجد وبنتها روعه، جربوها وردوا لي الاخبار. والله غتنسيكم في هذيك تاع الشكشوكه تاع البطاطا المقليه، تنسيكم كامل فيها، بنتها روعه روعه. انا لكم راح نخرج ونديكم معايا. هنايا حاولت ندير لكم لقطات واش كاين هنا، حاولت نصوركم هذونا الصابوات عجبوني، قلت بالك كاش ما واحده عروسه حابه تشري تشوف. هذونا البليغات عجبهم، وهذونا الصابوات انا كنت شريت واحد كيما هكا، هذونا يديروا ب 165 لانه ما عنديش صندال، هذا راح نفوت به الصيف. وهذونا البليغات ثاني كما هذاك الصابو اللي وريت لكم تاع 165 هذاك في بازار الفاخر. اما هذونا البليغات والصابوات هذوك الاولين في عد حانوت عندنا يدينا في لافوار. هذونا البليغات ب 100,000 هما، وهذونا الصابوات هذونا ب 120 في بازار الفاخر ثاني. هذون عجبوني ما خلاوش فيا. وبعدها هنايا رحت تاع الاكسسوار، كنت حابه نشري صوالح هكاك خاب وصوالح، حاولت نصوركم هذول لي بوكل لانه عندي عرس من قبل، حبيت نشوف اش كاين باش المره الجايه نشري. المهم هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ما عليا دوك نقول لكم تهلاو في رواحكم وسلام.